بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاولة نطلب الله يعيننا ويعاوننا عليها، تفسير القرآن لجميع الفئات باش يفهموا كلام الله. دين الإسلام ماشي سهل، واللي بغى يتعمق وهداه الله غيكتشف علم بحاله علم ويغنم الزيت في الدنيا والدين. الحلقة الأولى فسرنا فيها الفاتحة اللي شحال الناس ما كانوش عارفين. 60 حزب كنز ما بحاله كنز، علم ما يفهمه غير السيد العارفين. سورة البقرة مازال طويلة وفوائدها تعود علينا بالخير. كونوا على يقين بلي راها مترجمة لجميع اللغات الحية والعالم كله فاهمها بهذا التعبير. نكملوا التفسير بالصدق والنية باش الناس تروى كتير كتير كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كيمهل ما يهمل، غادي معهم بالصبر. هو اللي كيعرف صوت النملة في الليلة الظلمة تحت الحجرة الصمة، مخفة خفية كيعلب ما في الصدور. يتجاوزهم الحد في الكفر يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، مناها واضح وضوح الشمس الذهبية في نهار جميل. بدلوا سلعة بسلعة، شراوا الخاوي وسلموا في العمر، والفرق كبير كبير كبير. فما ربحت تجارتهم، معناها ما نالوا غير زمهرير جهنم والعياذ بالله، وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا.
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. تفسير: مثلهم صفتهم في نفاقهم لا حول ولا قوة إلا بالله كمثل الذي استوقد نارا في الظلام والدهاليز فلما أضاءت لما أنارت ضوات ما حوله وأبصر واستوفى وآمن ممن يخافه. ذهب الله بنورهم وخلهم هايمين في ظلمات لا يبصرون، ما كيشوفوا والو حتى حاجة، حايرين ومحتارين تالفين على الطريق خايفين بحال هذوك اللي آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا توفوا ورحلوا جاءهم الخوف والعذاب. أو مثلهم كما صيب أي كأصحاب مطر من السماء ينزل سحاب فيه ظلمات متكاتفة ورعد وهناك ملاك موكل به وقيل صوته برق لمعان. وأصحاب الصيب كيديروا أصابعهم في أذنهم من أجل الصواعق باش ما يسمعوش أصوات الرعد خايفين من الموت تماما بحال هدوك ملي كيسمعوا كلام الله أي القرآن الكريم ملي كينزل وفيه ذكر الكفر اللي كيشبه الظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج والبينة والمشبهات والبرق كيسدوا ودنهم على وعسى ما يسمعوا حتى حاجة يميلوا إلى الأيمان وتركوا دينهم وهو عندهم موت. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتنا. يكاد البرق يخطف أبصارهم يقرب يأخذها بسرعة فائقة كلما أضاء لهم مشوا فيه زعما يمشي في نور في الضوء ديالو الله الله لا حيلة مع الله. وإذا أظلم عليهم قاموا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون.
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، معناها أسماعهم وأبصارهم. من يوم نزل القرآن على نبينا زين الزين، ومستشرقين وأعداء الدين كيحاولوا يقضيوا على هذا الدين، لكن بلا فايدة بلا فايدة بلا فايدة وبلا مفيد. دين الإسلام غير كيزيد كيزيد كيزيد، وريته كتعفرف في آفاق هذا العالم الفسيح. روسيا، الصين، ألمانيا، الأمريكان، بريطانيا العظمى، قول في العالم جميع، والحمد لله. يا أيها الناس، يا أهل مكة، اعبدوا ووحدوا هذا الرب اللي خلقكم وصوركم في الأرحام ورزقكم، هو اللي أنشأكم ولم تكونوا شيئا مذكورا، وخلق من قبلكم لعلكم تتقون. هو اللي خلق لنا الأرض فراشا، معناها بساطا، والسماء بناء، سقف ما عنده حد من قد، واقف بلا عماد، ونزل منه ماء وخرج به كل أنواع الثمرات، قمح، تفاح، بنان، زيتون، عنب، رمان. الله سبحانه عز وجل متعنا بالخيرات الكثيرة، والحمد لله. احنا واكلين، الدواب واكلين، الحيتان واكلين، الطيور واكلين، وهذه من نعم الله علينا. فلا تجعلوا لله أندادا. ومن هذا المنبر كنشد الملحدين في العالم جميع يتوبوا لله ويسجدوا ويركعوا قبل ما يفوت الفوت. كفاكم عناد، الحلال بين والحرام بين يا الخوت، ما كاين غير الله ولا شريك له، هو الواحد القهار، يفعل بعباده ما يشاء. ولا تجعلوا لله أندادا، معناها هو الأحد، هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وإن كنتم في ريب من شك مما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم إنه من عند الله، فأتوا بسورة مثله لما فيه من غيب وأخبار والبيان والبلاغة، وعيطوا الآلهة ديالكم اللي كتعبدوا ليل ونهار وما صلح حتى لشي حاجة، معناها وادعوا شهداءكم اللي كتسجدوا لها من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين خصكم تعرفوا بلي التوراة جا في وقت الصحراء، بعد فرعون كانوا الصحراء وكان السحر، وخرج سيدنا موسى بالعصا اللي كتصبح الثعبان وتتحقق المعجزات، وسيدنا عيسى جا في وقت الطب وحيرهم، دوا الأبرص وكلب الأبكم وحيا الموتى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الكريم باش يعجزوا شعراء ذلك العصر، يجيبوا مجاب. يا كنتم عربيون فصحاء عندكم المعلقات السبع وسوق عياض باقي شهدايكم، يلا يا سيدي فرجونا، ومن اللي عجزوا ما قدروا وتيقنوا باللي هذا كلام الله ما فيه شك. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.